السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عند أحمد روبي. حبيبي يا غالي، نورتنا وشرفتنا. الحقيقة أنا سعيد إني شفتك النهاردة والله. الله يكرمك. في ناس كتير أول مرة تشتري طير، فالحلقة ديت عملي بقى تشتري الطير إزاي ونستفاد بخبرة أحمد روبي كده. فيلا بينا نبدأ الحلقة. أبو حميد بقى اللي بيشتري جديد الطير عاوزين نعرف يشتري إزاي، يقلبه إزاي ويعمل فيه إيه؟ هو أهم حاجة هنبص على أساسات الطير من ناحية الشكل الخارجي ومن الشكل الداخلي. تمام. من الشكل الخارجي هيبقى في حاجات بتوضح معانا زي شكل الريش والضوافر والمنقار أو بنسميها في العظمة في الحمام. لكن وبشكل كمان العين إذا كان عليها لا قدر الله سحابة أو المناخير فيها لا قدر الله مخاط بيدل على برد. ده من الحاجات اللي بتدل على الشكل الداخلي. في نفس الوقت بنرجع نبص على الرجل برضه، على عظم الرجل اللي هو العظم الفردة وبنسميها الدبوس، اللي هو نشوف العظم سليم مع حركة الرجل والأعصاب بتاعة الطير بنشيك عليها. وطبعا أعصاب الجناحات معانا وشكل وقفة الفرد وهو واقف في الشيالة أو في القفص بتاعه، بنشوف حركته سليمة، ما الرجول مش مجموعة على بعض أو لا قدر الله مفتوحة اللي هو شكل كساح. وده برضه بيدل على المنظر الخارجي للطير. لكن بالنسبة بقى نقطة الشغال أو مش شغال دي بنرجع لها بقى في حاجات تانية خالص، على حسب بقى عمر الطير، على حسب مستواه اللي واقف قدامك، على حسب شكل الريش، الشكل الظاهري، هل هو قادر فعلا يتجوز ولا هو اصلا لسه في فترة قلش نقدر نستنى عليه اكتر من كده، في توابع اكتر من كده. تمام. وفي الاول في الاخر لازم نشتري من حد امين عشان ما يقعش الوقعه اللي بيقع ناس كتير. انا عن نفسي انا بقول انا طول عمري بحب اشتري من حد امين، بغض النظر حتى لو انا مش لاقي حد امين هضطر ان انا اشتري الطيور. لو هي بتشتغل مثلا عمر سنتين او 3 او سنة حتى بشتري شبابات واطلعها على ايدي، ساعتها انا بضمن خيرها. حتى لو في الاول خالص اشتغلت نص عش او حتى خالص في غلطات بيبقى في مشاكل كتير قله خبره منها، بس هي مع الوقت هتتظبط. مع الوقت هتتظبط، بس انت تبقى عارف اساسها ايه وبادئه من معاك. بالنص ان انا مش هبقى مغذيها التغذيه الكامله او التغذيه المطلوبه ليها. تمام. زائد ان انا مثلا هديها احسن اكل مثلا زي مثلا بالبقسماط. في ناس كتير قوي ترمي لب وخلاص. هدي فيتامينز، هدي بلت، هدي زبرين، هدي الاكل المستورد بتاعي على حسب بقى نوع الطير والاكل اللي هو محتاجه ايه والبروتين اللي محتاجه ايه وناحيه الزيوت كمان. يبقى انا بديله ال 24 قرار بتوعه عشان خاطر في الاخر لما يجي يشتغل هلاحظ مشاكل اللي هو ايه، مثلا الطير مش عارف ياكل الزغلول، ساعتها ممكن انا اتدخل بقى معاه بالتاكيلات. تمام. طب احنا قدامنا الطير قدامك اهو، قول لنا بقى نمسكه واحده واحده كده، عرفنا ايه اللي فيه. زي ما اتفقنا ان لازم ان احنا معانا شكل الطيره من هنا دلوقتي. بنبص على شكل الصدر، هو ده رقم واحد في الطيور. اهم حاجه ميبقاش مسيف، ميبقاش العظمه ظاهره جدا لبره. لازم يبقى فرد متناسق، شكله متناسق زي ما بنقول عليه كده، صدره كيرفي ما شاء الله اللي هو شكل نص الدايره دوت. بنبتدي بقى نبص على الضوافر من تحت وشويه. بنبص لازم يبقى في 4 ضوافر في كل رجل كاملين، ما يبقاش مثلا في منبت الظاهر بتاعه، ده بيدل ان هو كسر او قابل حادثه قبل كده. على الاقل خالص لازم يبقى المنبت ظاهر، لان لو المنبت مش موجود خالص ده بيرجع لاعاقه وجواز الاخوات لبعضها وممكن يسبب الاعاقه فيما بعد. ده بلس ان احنا لازم نبص تحت الضوافر على الاعصاب بتاعه الرجل ونمسك الرجل ونشدها. يعني مش مجرد انت تشوف الضفر وخلاص، لازم تمسك الرجل نفسها. طبعا احط صباعي على الرجل واشدها لفوق، الاقي الرجل ترجع لتحت ورجله سليمه، مفيش اي لوحه خارجيه داخليه، برضو الفرد اللي هو ايه شكل الرجل سليم بتاعه. تمام. بلس طبعا بنزل تحت الرجل وبنبص على شكل فتحه المخرج بتاعه، لازم يبقى شكلها نظيف، مفيش اسهال لازق فيها، الدنيا نظيفه. تمام. بعد كده هقلب الطيره، ابص بقى على الجناحات ولازم اشدها، الاقي الفرد بترجع تاني الجناح. تمام. حركتها طبيعيه، ان شدتها هترجع قدامك زي ما انت شايف، زي السوسته كده. ده بلس احنا بنتكلم كده في الشكل الطبيعي. في ناس بقى يقول لك احنا ممكن نحدد عمر العصفوره زي ما نحدد عمر الحمام، ان الريشه الصامه. خلي بالك دي بتفرق في الطيور الكبيره. لو بتبص على الريشه الصامه حتى في الزنجباري بتبقى عارف تقريبا ان الفرد ده خلاص دخل على شغل ولا لا. هو الطيور كلها واحد مش الحمام بس. لكن ده احنا بنتكلم على شكل تشبيه. لكن في طيور بتبان من شكل عينيها زي الزنجباري العين الصفراء، زي الذره من الحدقه البيضاء، زي الاسترالي برضو من الحدقه البيضاء، زي السنغالي من الحلقه الحمراء او الصفراء البكمه. عندك بقى زي الغليل بقى بيبقى ليها الوان تانية. في طيور ما بيبانش عليها الحدقات والعيون زي الباينابل، بتضطر انك ترجع لشكل خشونه الرجل عشان تقدر تحدد العمر بتاعه.
تمام. طيب واحنا بدل عند احمد روبي لازم يبقى في حاجات عنده باذن الله هنعرضها، بس قبل ما نعرضها نقول بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه المتاح دلوقتي يا ابو حميد؟ بسم الله ما شاء الله موجود خصوصا كونيور مستويات محترمة، ريد فاكتور بسم الله ما شاء الله، موجود البايض بسم الله ما اللي شاء هو الله. فيه حاجات فيها سلاحات بيضاء، في الديل الأبيض. طبعا بسم الله ما شاء الله المجموعة كلها ضوافر كاملة، ريش متستف، صحة ممتازة، تغذية عالية جدا، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بلس السان كونيور موجود الجنداي بقى فيه لعب كتير زي ما أنت عارف يا أستاذنا. انا شفت اللي موجود عندك مش جنداي داخل فيه صن يعني. لا أنا بقول عليه جنداي. ماشي، لا انا بتكلم اللعبه في دي بقى، في كتير بيلعب في الموضوع ده يبيعوا على انه صن. بالظبط، احنا بنتكلم مثلا في الرينج بتاع الزغلول الجنداي اقل بكتير قوي من سعر الزغلول الصن. طبعا. الجنداي اللي عندنا في شايل دم اسبريت صن، بس بنتكلم في نقطه ان احنا لو بعناه على انه اسبريت صن انا مش ضامن 100% هيطلع لك صن، فانا ببيعه على انه جنداي صرف عشان حتى لو طلع لك جنداي صرف ما بقاش فيه اي اذى. تمام. بلس السعر انا بالنسبه لي ببيعه بسعر الجنداي. تمام. لكن لو بعته لك بسعر على انه اسبريت صن فدي هتبقى فيها لعب تاني، وممكن حد يبيعها لك على انها زغاليل صن وتبقى اغلى من الجنداي. طبعا، ما هي عشان كده بنقول لازم تشتري من حد امين. الحمد لله رب العالمين، احنا الحمد لله عارف ان احنا معروفين بمجالنا الحمد لله رب العالمين. في خصوص ما شاء الله ريد فاكتور جنداي، وفي جنداي قص فرد ريد فاكتور وفرد عادي. بسم الله ما شاء الله. وده بسم الله ما شاء الله واضح معانا اهوت. في غير الجنداي بسم الله ما شاء الله قص اكليبتوس ذكر فوزماري ونتاج رانك. بسم الله ما شاء الله. ضوافرهم كامله، الذكر بس ممكن يبقى فيه عيب بسيط في المنقار، في لوحه صغيره في المنقار اللي تحت لكن مش موصل خالص في الاكل. زي ما حضرتك شفت يا باشمهندس بياكل بسم الله ما شاء الله، والحصاله بتاعته كمان كان فيها اكل. بسم الله ما شاء الله. هادي جدا، عجينه، متكلم. بالمناسبه كانت بنتي بتقول قدامه يا ماما يا ماما، فقال ماما وصوت بنتي عايز اقول لك شعر جسمي وقف. بسم الله ما شاء الله. فلا هو ما شاء الله ذكر مميز وذكي جدا، وزي ما احنا بنقول لو في عيب بنظهره وزي ما احنا بنتكلم كده. مظبوط. دي الامانه. الامانه بقى في ان وانا بسلم الطير لازم افرز لك كل نقطه في الفرد، وقبل ما تفكر تتحرك من عندك او تفكر في انك تشتري مني طير وانت بتتكلم في اول مكالمه لازم انا اقول لك ان هو في 1+2 عشان خاطر يبقى انت عندك درايه بالعيوب والمميزات بتاعت الطير. بلس نقطه الشغل، انا ممكن يبقى راس اشتغل عندي ببيعه على انه هو اول شغل عندك انت، مش شرط عشان بيطلع عندي 5 زباين يبقى هطلع عندك انت كمان. بالظبط، اصل هو ممكن يتنين من مكان لمكان، عندك انت اشتغل، عند اللي هيروح له مش هيشتغل يا ريس انا عايز اوضح لك نقطه ان هي النفسيه والراحه للطير هي زي البني ادمين بالظبط. طبعا. انا خلفت مره واثنين مش ضامن ان ممكن اخلف تاني. بالظبط. وتغيير المكان، تغيير الظروف اللي حواليهم في المكان ديت في الاول في الاخر احنا بنقول ارزاق مع دكتور محرمي انت غيرت السرير بتاعك مش هتعرف تنام تاني. طبعا. هي كلها كراحه، انت لازم توفر رقم واحد الاساليب المتاحه للطير عشان تقدر تشغلها، اللي هي مثلا زي القفص والعش المناسب، النظافه اليوميه والميه اليوميه بالتغيير. الميه اليوميه ده اهم نقطه في الجو الحر دوت، والاكل الطري ما يزيدش عن 4 ساعات بالاساليب اللي هي ايه الفرعيه، او نتكلم في الاساليب الاساسيه سوري، ان احنا نقدر نشغل طير. ساعتها بقى بنتكلم في ان دي رزق بتاعت ربنا ايا كان، اذا كان القص او الشغل لازم تاخد بالاسباب الاول وبعد كده بالزبط. في الاول في الاخر ده رزق. بالظبط، فاحنا بنعمل عليها كله في الاول وفي الاخر عشان خاطر دي هوايه احنا بنستمتع بيها طبعا، مش عشان خاطر هي مكنه بننتج منها قماش طبعا. بس فيا رب الناس تفهم كده. يا رب. نرجع ايه المتاح تاني بقى اللوري؟ في قص لوري بسم الله ما شاء الله، رولي ريمبو يورو كولر. بسم الله ما شاء الله حجمه ممتاز، اللهم صل على النبي، الوانه زاهيه جدا، ريش ماكل بالريشه زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله يا باشمهندس. العيون الله اكبر، قص بالتحاليل مع تحاليل بالمناسبه، وخصوصا كونيور والجنداي برضه معاهم تحاليل. بسم الله ما شاء الله. قص اللوري سبق له الانتاج بس مش عندي. تمام. فهو برضه البيع على انه اول شغل، ولكن قص في اعمار شغاله بسم الله ما شاء الله. قص اعمار شغاله بسم الله ما شاء الله. بالتحاليل برضه زي ما اتفقنا، ما فيهوش اي نواقص بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في بقى بسم الله ما شاء الله مجموعه باينابل، في شبابات، عندنا شبابات باينابل ريد وريد فيس، وفي باينابلات سينامون. تمام. السينامون دوت سعره حنين جدا. بنتكلم في الباينابلات الشغاله برضه موجود قصين، قص ريد وقص سينامون. بسم الله ما شاء الله. بالمناسبه قص السينامون دول عياله ال3 السينامون اللي انا كنت لسه بحكي لك عليهم الشبابات. بسم الله ما شاء الله. ده مش معناه ان يجي عندك طلع 3 برضه. لا ما هو ارزاق. بسم الله ما شاء الله. فبغض النظر هو لا ده قص وده زغاليله ما شاء الله متاح، وفي برضه وبالتحاليل ان شاء الله برضه القص السينامون والقص الباينابل ريد. تمام. ده بالنسبه للاصول. بسم الله ما شاء الله.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.